مساء الخير، مساء السعادة، مساكم حب ورضا ورحمة من عند رب العالمين. صرت جاهزة. اليوم رايحة إن شاء الله مكانين. المكان الأول راح يكون افتتاح سناب شات في الرياض بإذن الله، والمكان الثاني راح يكون بإذن الله إن شاء الله لمتحف ديور. بس والله الأوتفيت حقي اليوم كامل من ديور. طلعت أنا بالسيارة الحين رايحة لافتتاح مكتب سناب شات ولأول مرة في الرياض. سعيدة بهذه المشاركة صراحة. راح يكون الحدث المهم تقريبا الساعة 8، باقي كم دقيقة وأوصل بإذن الله، وبعدها أحضر فقرة الساعة 8 هذه المهمة وركض عليك يا متحف ديور بإذن الله. المهم عندي إني أصور حدث المتحف واللي فيه واللي مسوينه. يمكن ما ألحق على احتفالية بس إن شاء الله خير. طبعا دخلت على الهدوء والروقان، اخذ لكم فيديوهات واطلع الحق على الافتتاحية وبعدها على ديور. حباني تريلا. هذه ثاني مرة. ما شاء الله يا تبارك الله يا زحمة. دقايق ويبدأ الحدث. أميرة ما شاء الله. أنا أريد مشاعر والسلام ورحمة. هنا وصلنا أحد أهم المناطق اللي موجودة في المتحف. طبعا ما شاء الله تبارك الله من أكثر وأشهر العلامات التجارية اللي موجودة الآن كانوا مصممين عند كريستيان ديور. تخيلوا. راح أعطيكم معلومات مرة حلوة وراح تنبهرون فيها. هذا المكان إف سان لوران بنات. الشيء اللي ما تعرفونه أنه كان موظف عند كريستيان ديور بعمر 9 سنوات، كان يعني تحديدا المساعد حقه، والحين ما شاء الله تبارك الله عنده من أشهر العلامات التجارية من بعد ما كان مساعد لكريستيان ديور. شوفوا الجمال بالله. المتحف فيه معلومات تجنن مرة. جون غاليانو عندكم من أشهر المصممين اللي كانوا موجودين في ديور. طلع من ديور راح على فالنتينو، طلع من فالنتينو راح على لويس فيتون، والآن يقال أنه موجود في غوتشي. يقال. شوفوا هذه أحدث أو آخر تصاميم اللي سواها مع ديور. وخلينا نقول أشهر. بقول لكم معلومة، هذا كان من أقوى المصممين اللي دخلوا على دار ديور. بقول لكم معلومة، شوفوا لي هنا برضو من أحد المصممين اللي صاروا في ديور من 2012 إلين 2000
115. هذا الجاكيت عندي برضه. شوفوا لي هذه أحدث تصاميمها، هذا كثير شيك وإليجنت بشكل معالي. هذا بيس. شوفوا بس خليني أوريكم إياه قديش كبير. واو ما شاء الله تبارك الله. طيب وهنا عندكم يعني هذا شيء يمكن الواحد إذا دخل فيه ما وده يطلع. ما أدري يعني تعرفون غرفة الباربي اللي من وحنا صار، هذا نعشقهم وجمع ملابسهم. هذه نفس الفكرة. واو نعشقهم وجمع ملابسهم. هذه نفس الفكرة. واو نعشقهم وجمع. قاعدة أشوف شيء مغري بشكل مو عادي. تشوفون؟ أكيد تشوفون صح؟ شوفوا. أنا ما راح أصور لكم كل المتحف علشان لازم تزورونه لأنه فعليا يستحق ما شاء الله الزيارة. شوفوا الجمال. الزيارة. طبعا تاريخ العطر. واو ما زال نفس الريحة والجمال والأناقة. صراحة من العطور المميزة جدا واللي أعشقها. إلين ما وصل هنا. هذه التصاميم مستوحينها من جمال الصحراء. واو. جميع التصاميم اللي شاركوا فيها المصممين العالميين في إيطاليا. طبعا شارك فيها سان لوران، مارك بوهان، وراف سيمونز. كل هذول المصممين صمموا هذول الفساتين الدريسز اللي لبسوها في دعايات عطور جادور إلين آخر واحد. من المعلومات اللي سمعتها عن كريستيان ديور يعشق شيء اسمه حدائق، عشان كذا سووا هذه الجزئية الجميلة. واو وش ذا المكان الحلو، خيال. مين هذول اللي بالصورة؟ شوفوا البيت كيف يرسمون، كيف يصممون، شيء مرة حلو.
شوفوا لي هنا عندكم عطر مس ديور من أول ما سواه ماشيلكم إلين آخر إصداراته. طبعا الحلو في الموضوع إنه العطر ريحته استوحاها من الوردة اللي كان يجلس، أخذ الوردة من الحديقة اللي كان يجلس فيها دائما وهو صغير، هو ومعه أخته. يعني الشرح ما أدري كيف طلع، بس إن شاء الله وصلت المعلومة. ما أتوقع أن في أحد ما يحب هالعطر، ما أتوقع. أنا شخصيا أعشقها. شوفوا لي هذا المكان مستوحى من الصحراء، يعني جمال العلا على صحراء الرياض، على يا سلام على الجمال. شوفوا لي هنا في أحد الاحتفالات الخاصة في ديور كان بهالطريقة، والفساتين المعروضة كانت الفساتين الزوار في هذاك الحفل. شوفوا الجمال، واو، كانوا مبدعين بالأناقة. شوفوا لي الأسود هذا كثير إليجنت، كثير، حتى هذا كثير كلاس وحلو، هذا خيالي. وشوفوا لي هذاك إبداع. الصراحة المتحف كان تحفة، متحف تحفة، يستحق الزيارة. انبسطت بشوفة البنات، انبسطت برضو في موظفات ديور اللي أنا دائما أتعامل معاهم، الله يسعدهم ويرضى عليهم، دائما اتيكيت وذوق هم بنات ديور. وكيف كان المتحف يا مريم؟ خيال، خيال، أعجبني مرة. ما شاء الله. تنصحين بالزيارة؟ طبعا. طيب بس ترى ما قعدنا بالكوفي، فتحوه اليوم ما شاء الله مع الناس وسواليف والبنات. نبي نروح نتقهوى ونروق. إن شاء الله بنروح.